عمرك تسألت قبل كده ليه شخص ممكن يتضايق لما يسمع صوت والده أو والدته أو أخوه الكبير على الرغم من إنه عارف إنهم بيحبوه وعاوزين له المصلحة؟ الحقيقة إن ده نمط شائع جدا في العلاقات اللي فيها قلق وخلل في التواصل. لما الإنسان يحس إنه بيكره صوت حد تاني لمجرد إبداء الرأي حتى، ده مش معناه إن هو شخص سيء أو إنه بيكره الشخص التاني، ولكن ده غالبا بيكون رد فعل من جهازه العصبي على نمط معين في التعامل. من أهم أسبابه تراكم الضغوط، إن الصوت ده مرتبط عنده بذكريات أو مواقف عدت عليه وكانت كلها ضغط نفسي، وخاصة لو الكلام بيجي بصيغة الأمر أو النقد أو الحكم. ما بيقدرش يستحمل ده ولا بيعرف يتعامل معاه، بل كمان ممكن ما يسمعش أصلا من البداية، علشان كده بيكره الصوت نفسه. وعقله مع الوقت بيعمل ربط مشروط بين الصوت وبين الشعور اللي جواه اللي هو أصلا مبني على تجربة قديمة أو ذكرى، وده في حد ذاته بيهدده وبيقلقه، فبيضطر إن هو يحاول يقطع ده عن نفسه من البداية، لأنه بمجرد ما بيسمع الصوت جهازه العصبي بيدخل في حالة الكر والفر، وكل ده بيحصل من غير ما يحاول حتى يستوعب اللي الشخص التاني بيحاول يقوله. لأن هنا في سبب تاني هو انتهاك الحدود الشخصية. قبل كده لما كان بيسمع نفس الصوت كان بيحس إن الشخص التاني ده بيحاول يأيده أو يتحكم فيه أو ينتقده في المطلق، مش بس نقد بناء. ومفيش أي حد بيحب إنه يتأيد، علشان كده دايما بيفتكر الذكريات السيئة وبيحس إن هو مقيد، وكمان صوته مش هيتسمع لأنه قبل كده كان بيتم السيطرة عليه. فأي رأي بيعتبره تدخل، وأي مشاركة بيعتبرها محاولة للسيطرة. علشان كده بيحاول دايما يستقل بقراراته وأفكاره، فدايما الشخص ده بيحاول يكون لوحده، وده شيء تاني بيسبب الوحدة. ممكن بس لأن صوت شخص معين في البيت مرتبط بذكريات سيئة، هو ما بيقعدش مع الشخص ده ولا مع أي حد بيفكره بالذكريات السيئة والقرارات اللي كانت قبل كده، لأنه دايما هيقعد يلومه أو مش هيسمعه من الأساس، فبيفضل يكون لوحده. الإنسان اللي بيحس إن مساحته الشخصية مخترقة بيغضب غضب فوري من غير حتى ما يكون عنده أي وقت إنه يفكر ولا يعرف هو غضبان ليه، وده بيدخله في مرحلة التنافر العاطفي، لأنه عارف إن الشخص اللي قدامه بيحبه لكنه كاره صوته، مش كارهه هو. هو عارف إن الشخص اللي قدامه عاوز مصلحته ولكن مش قادر يسمعه، مش عارف يسمع ولا يتحكم في عاطفته، في شعوره اللي هو مش قادر يسيطر عليه. الصراع ده في حد ذاته بيولد ضغط نفسي كبير جدا، علشان كده الغضب بيكون هو المخرج الوحيد اللي الإنسان ده حاسس بيه. الحقيقة إن في بعض الحالات الموضوع لا يعتمد أصلا على الكلام اللي الشخص بيقوله ولا على صوته، ولكن على النبرة نفسها. زمان لما كانوا بيوجهوه ويكلموه كان في نبرة سيطرة، نبرة أمر، نبرة تحكم. النبرة دي حتى لو نبرة ملامة ما بيحبش يسمعها، ما يقدرش يتعامل معاها. أول ما بيحس إن النبرة دي بتبتدي بيبدأ يغضب على طول. علشان كده بعض الشباب ممكن يقولوا إيه، ابتدينا تاني في نفس الاسطوانة، نفس الاسطوانة اللي هو مش حاببها. مش بس مش حاببها، ولا حتى بيعرف يتعامل معاها، حتى لو الكلام اللي النبرة دي بتتقال بيه إيجابي أو هيساعد الشخص ده. وهنا نداء للآباء والأمهات والأخوة الكبار، لو الشخص اللي قدامك لسه صغير وشايف إن هو ما عندوش رأي، ما تحاولش تتحكم فيه، لأنه هيكبر وأول حاجة هيكرهها مش أنت، هيكره حتى نبرة صوتك، فمش هيعرف يتواصل معاك بعد كده. فبلاش السيطرة، ودايما يكون في مساحة للنقاش ومساحة شخصية، مساحة أمان. ولو وصلت لحد هنا فأكيد بتدور على الحل. أول حاجة إن إحنا نحاول نفصل بين المحبة وبين طريقة التعامل. الشخص اللي قدامك بيحبك وإنت كمان بتحبه، فلازم هنا ندخل الإحسان. هو قبل كده أذاك بطريقة غير مباشرة وإنت ما فهمتهاش غير لما كبرت، ويمكن هو كمان ما كانش فاهمها وقتها، فلازم تعامله بالإحسان. ما تقطعش كل الحبال لأنك مش عارف تفهم اللي بيحصل أو مش قادر تتعامل معاه. افصل بين المحبة وبين طريقة التواصل. انت بتحب الشخص اللي قدامك، لكنك تقدر تقول له انا مش حابب طريقة التواصل اللي انت بتتواصل معايا من خلالها، يا ريت تغير طريقتك معايا، يا ريت تغير اسلوبك في الحوار معايا. ولازم هنا الانسان يحط حدود بطريقة صحية. قنن طريقة التواصل،
يعني لو حد قال لك حاجة بتفكرك بذكرى مش كويسة أو شعور مش لطيف، حاول تقول له شكرا أنا سمعت، بس يا ريت تسيبني أفكر واديني مساحتي الشخصية، أنا قادر دلوقتي أقرر. خلاص بإذن الله هحاول أخد بالي، لكن خليني أنا أجرب وأغلط وأشوف أنا هقدر أعمل إيه. خليني أجرب وأتصرف بالطريقة اللي تناسبني. 3. راقب انفعالاتك. أول ما تحس إن النبرة دي جاية في الطريق أو الأسلوب ده هيبدأ التعامل بيه معاك، أكيد هتحس ببوادر غضب من الصوت. فحاول تاخد نفس عميق وتهدى، وتقول إن اللي بيحصل ده بيحصل بسبب شيء معين أنت عارفه كويس. اللي بيحصل ده بيفكرك بحاجة، مش دافع للهجوم ولا للمعارضة ولا للغضب. ساعتها بإذن الله ده يساعدك جدا إنك تهدى. واحدة من أهم الطرق تقريبا في كل المعاملات، إنك قبل ما تاخد رد فعل حاول تبص على نفسك من بره. وأظن إحنا شرحنا ده قبل كده في البرسبشن والبرسبكتيف. بص على نفسك من بره، هتحس إن الطريقة اللي أنت عاوز تنفعل بيها أو تغضب بيها مش هتعجبك. ساعتها مش هتعمل ده. عشان كده معظم الناس خاصة لما بيكونوا في شغل طول الوقت بيحطوا مراية قدامهم، لأن مفيش حد بيحب يشوف نفسه غضبان. فأنت حاول تركز وكأنك شايف نفسك من بره قبل ما تاخد رد فعل، كأنك بتراقب نفسك من بره بالظبط. وكمان لازم تسمي الحاجة اللي مضايقاك. هل اللي مضايقني الصوت ولا اللي مضايقني شعور داخلي؟ التسمية هتريحك جدا بين الواقع اللي قدامك دلوقتي وبين الشعور المبني على شيء في الماضي. العلاقات أيا كانت العلاقات، وخاصة في البيت، مش معنى إن إحنا ساكنين مع بعض في نفس المكان إن مفيش حد عنده مساحة شخصية. كل إنسان محتاج مساحة شخصية، مساحة أمان يعبر فيها عن نفسه بالطريقة اللي تريحه. مش معنى كده إن الإنسان ده لما بيعمل ده بيقطع نفسه، ولكن بيحافظ على سلامه النفسي علشان لما يجي يتعامل تاني يبقى عارف كويس جدا هو بيتعامل ليه، ويتعامل بأحسن صورة. يبقى باختياره، مش مجبر على التواصل. وآخر حاجة، سؤال مهم جدا لازم تسأله لنفسك: هل اللي بيضايقني لما بسمع صوت الشخص ده هو لما بيتكلم في مواضيع معينة، ولا صوته في المطلق؟ سلام.